مرات كده مدربين وناس مختصه بيقعدوا يقولوا لك انت محتاج تكتشف نفسك اكتر. مرات تانية بتتسأل عن حاجات انت بتحب ايه او بتكره ايه، تقول لهم مش عارف. مرات تالتة بقى بتقول انت بتحب حاجه او بتكره حاجه، بيسالوك على السبب وبرضه ما بتبقاش عارف السبب. فتعالوا النهارده نتعرف اكتر ازاي نكتشف نفسنا. اهلا بيكم في حلقه جديده من انا. هنعرف النهارده ازاي ان احنا نكتشف نفسنا اكتر، نعرف احنا بنحب ايه وبنكره ايه، بنقول لا او على ايه وليه. نعرف كل الحاجات دي من خلال ايه؟ من خلال ان احنا نحدد يوم مثلا هنقعد فيه مع نفسنا، ممكن يكون لفتره مش يوم بس، نحدد فيه 10 دقائق مثلا يوميا او نص ساعه اقعد فيه مع نفسي، اقعد اكتب عن نفسي، اشوف انا بحب ايه، انا بكره ايه، ايه اهدافي في الحياه، ايه مثلا انجازاتي، اقعد اعدد كمان انجازاتي، ده شيء حلو. اقعد اسال نفسي مين انا بانجازاتي، مين انا باهدافي بمعتقداتي، ليه انا موجود في الحياه، ايه هدفي في الحياه. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن ان احنا نحدد وقت كمان في اليوم للتامل. هقعد اتامل مع نفسي. هعمل ايه؟ هشغل مديتيشن ميوزك، موسيقى للتامل، واقعد استرخي كده، اقعد على كرسي قاعده مريحه او على السرير حتى، اغمض عيني واخد نفس ببطء واركز، واحاول ان انا ما اتحركش لفتره 10 دقائق او حاجه زي كده، واتخيل مع نفسي مستقبلي. اتخيل انا عايز ابقى فين، عايز ابقى ازاي. مش بالضروره اقعد اتخيل في التفاصيل، ولكن احاول اعرف انا عايز ابقى فين وازاي. ده مش احلام يقظه، لا، ده بيخليني ان انا اكتشف نفسي اكتر، اعرف انا عايز ابقى ايه، انا مين، انا بفكر ازاي. ومش احلام يقظه ليه؟ علشان انا بس مش هقعد افكر في الحاجات دي، لا، انا كمان هحط لها اهداف وخطوات زي ما احنا عارفين في الحلقات السابقه من انا ازاي نعمل الحاجات دي. نعمل ايه تاني؟ نجرب حاجات جديده. مثلا بتسأل انت بتحب ايه، بتكره ايه، ومش عارف ارد اقول ايه، فاحاول ان انا اجرب علشان اعرف بقى انا بحب ايه وبكره ايه. اكلات معينه اجرب الاكل، او رياضه معينه مش عارف ايه الرياضه اللي بتستهويني او ايه الرياضه بحبها، فممكن اجرب الرياضات القتاليه، كونغ فو، تاي تشي، بوكسينج، سباحه، كره القدم وغيره، لغايه لما اشوف انا بحب ايه وبكره ايه. نصايح على السريع. نصيحتنا النهارده بتقول لك لو في اي فرصه للتجربه الجديده استغلها وجرب. ما تقعدش تدنك كده متخوف من التجارب، بالعكس ممكن تكون هي مفتاح لعالم من الابداع والتميز فيك وانت مش عارفه، بس محتاج ان انت تجرب عشان تكتشف ده في نفسك. فجرب ومش هتخسر حاجه، وان شاء الله تدنك كده في تميز وابداع. نشوفكم باذن الله في حلقات جديده من انا مع سيف الله عطا.